اسهل والذ حلويات ممكن تتعمل والكل عارفها، الباستا فلورا بطريقة سهلة ولذيذة. هضيف لها حاجة كده هتميزها وتخليها تحفة. انا امنية اشرف، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لي فولو لايك وشير، ويلا بينا. مكوناتها سهلة جدا: 3 معالق من المربى، اي نوع مربى، وكمان كوباية من السكر ودقيق. هنحتاج 3 كوبايات من دقيق، وكمان كوباية من السمنة تكون في درجة حرارة الغرفة، وهستخدم 3 بيضات، وكمان كيس بيكنج باودر وفانيليا. الكوباية من السمنة انا استخدمت نص كوب من السمنة ونص كوب من الزيت، فممكن تستخدموا براحتكم. هنزل بقى بالكوب السمنة اللي انا عاملاها على الزيت، وبعدين هحط عليها الكوباية من السكر. هضربهم بقى بالمضرب اليدوي بالطريقة دي. هحاول اخلي القوام يكون كريمي. دقيقة بس كده علشان لما هنيجي ننزل البيض كل ده هيروح خالص وهيبقى القوام كريمي معانا، فهتشوفوا دلوقتي. هنزل بقى البيض، نزلت واحدة ودي التانية، وبعدين هنزل التالتة. هبدأ بقى استخدم برضو المضرب اليدوي، هحاول اخلطهم كده مع بعض، وعلى طول دقيقة كده او دقيقتين هيبقى القوام معانا كريمي. هنزل بقى الفانيليا. اخر حاجة بقى هضيفها هتخلي الباستا فلورا تحفة، هضيف بشر 2 سفندي، هتدي الباستا طعم رهيب. بجد جربوها هتحبوها قوي. هنخل بقى 3 كوبايات من الدقيق وباكت من البيكنج باودر. هخلطهم بقى كده في البداية بالسباتولا، ممكن بايديكوا عادي، انا هستخدم ايدي دلوقتي. القوام المظبوط ممكن تستخدموا ربع كوباية كمان من الدقيق لو حسيتوا انكم مش عارفين تشكلوها، لان احنا عايزين نشكلها. هقسمها بقى نصين، وهجيب صينية كده وهنزل بالنص الاولاني، وهفرد بقى في الصينية الطبقة الأولى بالطريقة دي. ولو حسيتوا ان نص الكمية قليلة على الصينية، يعني السمك بتاعها رفيع، فلا استخدموا حتة كمان، لان الطبقة اللي فوق دي بس هتبقى شكل. اهم حاجة الطبقة الاولانية، علشان سمكها لازم يكون متوسط كده، ما تبقاش رفيعة قوي ولا تخينة قوي. هي كده تمام، مش هتاخد منكم وقت اصلا، بتتفرد بسهوله. نحشيها بقى بالفراوله، انا مستخدمه مربى فراوله، ممكن تستخدموا اي نوع من المربى. انا حطيت 3 معالق من المربى، هي بالنسبه لي حلوه قوي كده. ممكن تستخدموا معلقه كمان، فهي من 3 ل 4 معالق من المربى. وهبدا بقى افردها بالطريقه دي. هناخد بقى الجزء التاني وهبدأ اصبعه. ممكن كمان تبشروه، يعني ممكن يتبشر او يتصبع او تشكلوه بأي طريقة انتوا حابين تعملوه بيها. وهبدأ ارصهم بالطول في الاول، وبعدين هبدأ ارصهم بالعرض. وهعمل كده بقى لغاية ما اخلص الكمية كلها. هندخلها بقى الفرن يكون سابق التسخين، ودرجة الحرارة تكون وسط. بجد من ألذ وأسهل الحلويات اللي بتتعمل، حلوة قوي وجميلة جدا، لازم تجربوها. أول بقى ما نطلعها من النار لازم نقطعها على طول. لما طبعا أخدت لون من تحت بشغل الشواية علشان نديها لون من فوق جميل كده. بجد جميلة قوي، جربوها وقولولي ايه رأيكم. ألف هنا.